السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. القصة اللي معنا اليوم إن شاء الله من نجد في السعودية. هاد القصة قديمة عندها شي 80 سنة. هادو واحد جوج صحاب، واحد عنده الحانوت ديال البيع والشراء، بقال، وواحد فلاح، كما كتعرفوا الفلاحة ديال زمان. المهم هذاك الفلاح ملي كيحصد المحصول ديالو بحال 2 مرات في العام كيحصد المحصول ديالو، كيجيبو يبيعوه في نجد في منطقة الفيلاج نجد، ومن بعد يمشي يبات عند صاحبو، يتقضى داك الشي ديالو اللي كيشربوه هُما بزاف القهوة والروز وداك المسائل ديالو، ويبات عندو منين يود الفجر يشد الطريق ويرجع للقرية ديالته. هاديك المرة جاب المحصول ديالو باعو، تقضى المسائل ديالو القهوة والروز داك الشي كامل اللي يخصو، أصلًا كيبات عندو منين يود الفجر كيحمّل داك الشي للجمال ديالو ويكمّل على الطريق. هذاك أذان الفجر الأول كيحس بصاحبو مول الدار خرج مشى للجامع، فاق هو ناض حمّل الجمال ديالو وشد الطريق. السيد التاجر مول الحانوت منين رجع من الجامع نعس واحد ساعتين، لقى الباب محلول، قال هاد أكيد صاحبي راه مشى عارفه هو كيمشي دايمًا كيبات عنده كيمشي صاع بكري، قال أكيد راه مشى رجع للقرية ديالته، مشى نعس واحد ساعتين. منين فاق مشى حل الحانوت ديالو، كيقلّب في واحد الماريو، كان واحد الصندوق ماريو صغير، كان دار فيه واحد 100 ريال أمانة ديال شي واحد، وداك 100 ريال فيه واحد ريال 100 ريال فرنسي، ديك الساعة كيتعامل فلوس فرنسا، 100 ريال فرنسا، فيه واحد الريال مشقوق على اليمين جهة الصورة، مشقوق على اليمين فيه واحد الشقة. قلّب ما لقاش داك 100 ريال، كانت في كيس كحل. ما خلّاه فين قلّب كامل الحانوت قلبها، قلّب الدار كامل حتى عيا. جاه إبليس نعلط الله عليه، قال له: "راه ما يكون غير صاحبك اللي هز الدها." جلس واحد 4 أيام هو كتب الرسالة: "السلام عليكم السلام، من صاحبك التاجر فلاني، هاد الرسالة إلا وصلتك." قال لي: "هذاك النهار ملي جمعتي رحيلك لا يكون واحد الكيس فيه واحد 100 ريال فرنسي بالإمارة، راه فيه ريال مشقوق على الجهة اليمنية، ألا يكون طاحت لك وسط حوايجك راه ما لقيتهاش." مسكين قرا هذاك الرسالة، قال اش ندير اش ما ندير. هذاك السيد بعقلو فلاح السيد بعقلو، مشى باع مسكين كامل، باع الفيرما ديالته، رهن الفيرما ديالته، رهن الجمال باش كيسقيه، كلشي داك الشي اللي عنده كامل رهنو، جمع 100 ريال وهز واحد كيس كحل حتى هو، وهز واحد الريال شقّو دار فيه شقّة، وعطاه من هذاك كتب الرسالة، عطاه من المول اللي كيدي البريد، قال ليه دي ليه. فعلًا نهار وصلوا لاخر، وصلوا هذاك ساعي البريد، زمان خلاص ساعي البريد بالجمال ولا باش سميتو، شد الرسالة والكيس، حسب الفلوس لقاهم هما هذاك، ولكن كيشوف الحبل باش مربوط الكيس ماشي هو، وكيشوف حتى الشقة د الريال ماشي هي، قال هو صافي راه يكون صاحبي صرفهم وداك الشي وبدل الكيس وبدل هاد الريال هذا سميتو. سير الحال وجه الحال حتى دازت شي 4 شهور ولا 5. واحد النهار هو يجي واحد السيد من داك القرية، فاش كاين الفلاح جا الفيلاج، مشى عند مول الحانوت، كان كيعرفو حتى هو، كيهضروا، المهم كيدويو يزيدوا في الهضرة ويدويو في الهضرة، قال لي: "هاد المرة كاع ما سولتيني على صاحبك." واه قال ليه: "كاع ما سولتيني على صاحبك." وقال لي: "اش داك بصاحبي؟" المهم صافي بحال زعف منه. قال لي: "صاحبك كون تشوف حالته كي ولات." قال لي: "واحد الحالة." قال لي: "ناس كيخدموا عنده ولا كيخدم عند الناس." قال لي: "في واحد الحالة لا إله إلا الله محمد رسول الله." ملي قال لي داك الشي هو يفيق بحال إلا كان ناعس وفاق من القلبة. مشى قال لي: "كاين شي واحد عندهم تما، في هذاك القرية ديال نجد، ديك البلاصة فاش كاين هذاك التاجر، شي واحد بحال قلتي البنك، كامل الفلوس ديال هاك المنطقة كيدوزو من عنده." مشى عند داك السيد قال له: "أودي رد الفلوس، رد البان، إلا جاب لك شي واحد الريال مشقوق على اليمين عند الصورة علمني، راه مشاو ليا شي فلوس." قال لك ما داز سبحان الله العظيم، داز واحد 4 أيام، واحد النهار هو يصيفط لي هذاك مول هذاك اللي كان بحال البنك، قال لي: "جي راه الريال ديالك راه وصلوا ليا فلان." جا قال لي: "شكون اللي وصلوا ليك؟" فلان. مشاو جابوه
عصّاه وضربوه بالعصا الأولى، الثانية، الثالثة، قال لي: "بلاتي ما تضربونيش راه أنا". قال لي: "هذاك النهار مشيت دزت لحدا تما لقيت محلول ولقيت قلّبت لقيت الكيس ديته". لقاو لقاوها راه صرف فيه 10 ريال، بقات فيه 90 ريال. قال لي: "بلاتي نجيبها ليكم". جاب ليهم 90 ريال. ناض هذاك تقضى عمّر الجمل ديالو بالسلعة ودا الفلوس كيجري. مشى عند صاحبيته هو عارف فين كاين، مشى توصل القرية ديالو، مشى للفيرما ديالو قال ليه: "ودابا فين هو فلان؟". قال له: "أودي هذا راه مرهون راه ما بقاش ديالته". قال لي: "شكون راه هذا؟". قال لي: "فلان". مشى قال لي: "شحال رهنتيه؟". "هاكا الفلوس". قال لي: "فين هو الجمال ديالو وداك الماعن وداك الشي باش كيسقي؟". قال ليه: "مرهونين عند فلان". مشى شراه مردهم. قال له: "فين هو دابا الفلاح فين هو فلان؟". قالوا لي: "أودي راه كاين في واحد ورا الجبل الفلاني خدام عند شي ناس". مشى تبعو حتى لتما. قال لك لقى وسط الفيرما كيحيد الربيع، قال لك الضلوع ديالو خارجين حالته حالة مسكين. شافوا فلان قال ليه: "أهلًا فلان". قال ليه ناض عنقو قال ليه: "هلا صاحبي". أهلًا. وقال لي: "كاع هاد الشي اللي درت لك وما سميتو". قال لي: "لا حاشا أنت صاحبي صاحبي". قال لي: "كاين إبليس كيدور ولكن أنت صاحبي". قال لي: "اسمح ليا راه أشنو دابا راه لقيت السيد لقيت سميتو". قال لي: "ما وقع والو، ما وقع والو". قال لي: "كباس لي فوق الراس". قال لي: "اسمح ليا". قال لي: "أودي راه أنا عارف أنا اللي دار الخطأ. أنا اللي مشيت بكري ما تسنيك أنت رجعتي وأنا اللي خليت الباب محلول". قال لي: "راه العذر ديالي". الفلاح ولا كيقول أنا العذر ديالي. شوف سبحان الله العظيم كاع اللي وقع لي وقال لي: "لا العذر". قال ليه: "العار ما تسمح ليا". قال لي: "أنا راه الصحبة ديالك ما عمر حيدت من قلبي وما عمر نقصتي من عيني، حيت أنا اللي درت الخطأ". شوف سبحان الله العظيم وتسامحوا ورجعوا الأمور كما هي. اش غنستافدوا من هذه القصة؟ الإنسان ما عمره يزر بيتهم شي واحد حتى يتأكد. كما قال الله سبحانه في القرآن: "أن تصب قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين". هو هادشي اللي جبنا في هذه القصة. إلا عجبتكم شاركوا في القناة ونجيبوا قصة أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.